على فكرة انت توكسيك، وشك توكسيك. تعالى، عرفتك. اصل هو توكسيك. اصل انا قابلت فلان وفلان ده طلع شخص توكسيك. اصل انا قابلت علانه وقعدت معاها، ففي اول ديت ما بينتليش حاجه، بس في تاني ديت قالت لي كذا 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 كذا، فطلع توكسيك. طلع توكسيك ازاي؟ انا بقيت بخاف من كلمه توكسيك دي، بحسها شتيمه. يعني بحس ان اللي اتقال عليه توكسيك ده بنشد تحته خط وناخده ونشيله ونرميه في الزباله. خلاص كده، ده كده مش نافع تاني، ده توكسيك. الحقيقه مش كده. الحقيقه ان التوكسيك ده شخص عنده امراض نفسيه. ومين فينا ما عندوش مشاكل عدى عليها نفسيه؟ اذا كلمه توكسيك دي موجوده في كل شخص مننا بنسب متفاوته. اذا كلمه توكسيك دي موجوده في كل شخص مننا بس بنسب متفاوته. يعني بتختلف من شخص لشخص لشخص. موجوده في الشخص ده بنسبه 10%، وموجوده في الشخص ده بنسبه 50%، وموجوده في الشخص ده بنسبه 90%. طب لو جبنا الشخص ب 90% ده وحلينا المشاكل اللي موجوده عنده، خلاص ما بقاش شخص توكسيك، بقى شخص زي الفل، ما فيهوش اي مشكله. صح؟ صح. طيب هل في حاجة معينة أقدر أعرف من خلالها الشخص اللي قدامي توكسيك ولا لأ؟ في. كل ما كان الشخص أقل مرونة كل ما كان توكسيك أكتر، لأن جوهر الصحة النفسية هي المرونة. بص، الصحة النفسية زي الصحة الجسدية بالظبط. احنا بنروح الجيم ونتمرن ونعمل فورمة ونعمل 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 عشان نوصل لنتيجة، عشان نوصل لمرونة عضلاتنا ومفاصلنا. دي كده بالظبط الصحة النفسية، كده بالظبط القوة فيها في المرونة. احنا بنشتغل على صحتنا النفسية وبنتمرن عليها وبنعمل مش عارف ايه كل ده علشان خاطر حاجة واحدة بس، عشان خاطر نوصل للمرونة في التعامل مع المشكلات اللي بتقابلنا كل يوم. احنا بنقابل مشكلات في الشغل، وبنقابل مشكلة في الشارع، وبنقابل مشكلة في البيت. محتاجين ان احنا نعمل في الكوكتيل ده نتعامل معاه بمرونة. هي دي الصحة النفسية، وهو ده الشخص السوي نفسيا. الشخص السوي نفسيا بيوصف بان هو الاكثر مرونة في التعامل مع المشاكل اللي قدامه. المرونة ليها مقاييس؟ ليها. المرونة من مقاييسها حاجتين: وعيك بنفسك، وعيك بشخصك بنفسك، ووعيك بالاشخاص اللي حواليك. يعني ايه وعيك بنفسك؟ وعيك بنفسك يعني تبقى عارف انا فيا مميزات ايه، وفيا نقط ضعف ايه، وعيوب ايه. تبقى عارف انت نقط ضعفك ايه عشان تحاول انك انت تتجنب الحاجات اللي تدوس على نقط ضعفك دي، ونقط قوتك ايه عشان نقط القوة دي اللي انت هتستخدمها وتدوس عليها وتقف على المشكلة النفسية اللي هتيجي عشان ما تعملش فيك شرخ نفسي معين او ما تعملش فيك جرح داخلي. وعيك بالاشخاص الاخرين ده مدى قدرتك على التعامل مع المشاكل من غير ما تلجأ لحل فردي. يعني مثلا لو انا عندي المحل ده انا جبت فيه كمية بضاعة كبيرة اكبر من ان هي تترص على الارفف اللي موجوده في المحل، ومعايا 2 شغالين، تمام؟ فانا عرفت ان البضاعه الزياده دي اللي معايا، انا عندي الحل ان انا اخد البضاعه دي في العربيه واحطها في البيت عندي، او احطها في مخزن من المخازن بتاعتي. تمام، انا كده حليت لنفسي. بس انا لو ناديت الاثنين اللي معايا: تعالى، بقول لك يا فلان، انا دلوقتي يا جماعه شايف ان البضاعه دي اكتر من عدد الارفف اللي موجوده عندي على المحل، هنعمل ايه في المشكله دي؟ هنا انت خليت الاتنين يحطوا نفسهم في ان هما اللي يحلوا المشكله. كده انت خليت الاتنين هما اللي يدوروا على حل المشكله. فيهم واحد هيقول لك يا استاذ محمود اللي انت شايفه انا معاك فيه، وفيهم واحد تاني
هيحفر علشان خاطر يقدر يلاقي حل للمشكلة دي. انت كسبت حاجتين، كسبت ولاء وانتماء. واحد عرفت ان ده ولاء للشغل وانتماء للشغل، وفي واحد تاني انتماءه للفلوس، هو مستني الفلوس اللي هياخدها منك اخر اليوم ويروح. في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد على 100 شخص، ال 100 شخص دول اتوصفت حالتهم بان هي جريت تروما. فيهم اشخاص رجع من حرب، فيهم اشخاص فرقوا حبيبهم، فيهم اشخاص عندهم مشاكل منذ الطفولة. المهم ان بعد ما تمت الابحاث عليهم وتعالجوا، لقوا ان في صفة واحدة بس هي الصفة المشتركة ما بين الناس اللي تم علاجها. الصفة دي هي صفة المرونة. المرونة في المعاملة مع المشاكل. طيب لو قلنا ان المرونة بتقاس بيها القوة النفسية، يعني مثلا زي ايه؟ زي شجرة. الشجرة دي جذورها ثابتة في الارض، لو عدت عليها عاصفة وهي صلبة هتكسرها. انما لو الشجرة دي مرنة راحت وجت مع العاصفة، هتعدي العاصفة عليها من غير ما الشجرة ما تتأثر. اذا كل ما الشجرة دي ما كانت مرنة اكتر هتقدر تتعامل مع الرياح اكتر، كل ما كانت اقوى. هل في حاجة معينة تخلي الشخص السوي نفسيا تخليه يبقى عنده تروما، يبقى عنده مشاكل نفسية؟ يعني حاجة تحول لنا الشخص السوي ده شخص سوي. ايه الحاجة اللي ممكن تحوله لشخص توكسيك؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحول الشخص من شخص سوي لشخص توكسيك، تمام، هي الخوف. الخوف هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحول الشخص وتجيب له تروما في أي وضع من أوضاع حياته. الخوف هو الحاجة اللي تعمل مشكلة ما ينفعش تتعالج. طيب الخوف هو الحاجة اللي ممكن تضيع المرونة، والمرونة من غيرها مفيش صحة نفسية، يبقى في تروما. التروما دي تخليك توكسيك. ما دام في تروما يبقى انت توكسيك. طيب هل في حل؟ يعني في حل لموضوع الخوف؟ انا دلوقتي بخاف من موقف معين، من حاجة معينة، من شخص معين، انا بخاف منه. ايه الحل اللي يخليك ما تخافش من حاجة زي كده؟ الخوف يعني قلبك مش مطمن، وما دام قلبك مش مطمن دي مشكلة كبيرة ما تقدرش تعملها وما ينفعش تتصل بيها غير بالسورس. السورس يعني ربنا، التواصل، الصلة، الصلاة. وفي الآخر أحب أقولك إن لو حد اصطدم بيك ما تحاولش تصطدم بيه أكتر من إنك أنت تعرف هو بيصطدم بيك أصلا ليه، وتعذره كمان على كده. صدقني إيليا أبو ماضي ما كانش ضعيف خالص لما قال: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، تلقى بصخر فتلقي أطيب الثمر. ويا رب أكون فدتك بمعلومة. سلام.